على هذه الأرض، أرض البدايات، وجدت أولى القرى والمدن، وظهرت واحدة من أقدم الديانات التي اعتقدها إنسان سالف الأزمان، ارتبطت بتراث سومر وبابل وآشور، تاريخ يعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد. ما من ديانة اختارت العزلة والتكتم على أسرارها، واختلف في معتقداتها مثل الإيزيدية، لتكون ضحية التهم والإشاعات من قبل المؤرخين والباحثين. لهذا كانت رحلتنا للتقرب من هذه الديانة والتعرف عليها. الديانة الإيزيدية من الأديان القديمة اللي انتشرت في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام قبل أكثر من 3500 سنة قبل الميلاد. الديانة الإيزيدية أصلا هذه الديانة منبع المبادئ والطقوس الدينية مأخوذة من الطبيعة، ولهذا نقول أن الديانة الإيزيدية ديانة غير سماوية، ديانة أرضية غير سماوية، أخذت جميع مبادئها وطقوسها من الطبيعة، خاصة بدأت في تقديس الشمس. التسمية الصحيحة للإيزيدية هي كلمة الإيزيدية وليس اليزيدية، وإحنا نعتقد أن كلمة الإيزيدية جاءت من كلمة يزدان أو إزدان التي تأتي بمعنى الله أو الخالق، وهو موجود بالنصوص الدينية الإيزيدية، بمعنى الإيزيدية هو الخالق، وحتى الإيزي هي أيضا تسمية لله أو للخالق، احنا نسميها بالكردي خدي. هي ما لها علاقة بكلمة اليزيدية، التسمية الموجودة بالمصادر العربية والإسلامية اللي تعتبرون هي مشتقة من أو مرتبطة باسم خليفة الأموي يزيد بن معاوية. احنا من تشوف الواقع الإيزيدي والتاريخ الإيزيدي والمعتقدات الإيزيدية ليس لها أي علاقة بيزيد بن معاوية وبحكم الأمويين في دمشق، لأن جغرافية الإيزيديين هي كردستان ومنطقة شيخان وشنغال، أما الإيزيديين في جورجيا وأرمينيا فهي هم إيزيديين مهاجرين. إذن إيزيدية هم سكان أصليين لكردستان ينتمون إلى منطقة شيخان وسنجار، ليس لهم علاقة بدمشق وحكم الأمويين ويزيد بن معاوية. موطنهم الأصل جبل سنجار، أجيال بعد أخرى لم تغادره، كان ملاذهم في أوقات الشدة والمحن التي مروا بها، منحهم قوته وخصوبة سهوله وعذوبة ينابيعه. جغرافية سنجار تشبه كثيرا زورق صخير في وسط بحر. هذا جبل يتوسط جنوب الجبل مع شماله. في جنوب الجبل تقع قرى كثيرة ومجمعات كثيرة بالإضافة إلى مركز قضاء سنجار. في شمال الجبل بكامله المحاذية للحدود العراقية السورية تقع ناحية الشمال. الخصوصية التي تمتلكها هذه المنطقة هي الخصوصية الدينية، أنه الأقلية أو المكون الإيزيدي يسكن هذه المنطقة. للإيزيدية عشرات المزارات والمعابد في هذا الجبل. الخصوصية التي تمتلكها هذه المنطقة أنها منطقة تعتبر كعراق مصغر، يسكن فيها الأكراد شيعة وسنة، العرب شيعة وسنة، المسيحيين والغالبية العظمى بحدود ما يتجاوز 90% من أهالي القضاء من الإيزيدية. سنجار من المدن اليزيدية القديمة ومن المدن جدا القديمة التراثية عبر التاريخ. اليزيديين قدماء في سنجار من قدمها كانوا أيضا ساكنين، ولكن كانوا يسمون تحت تسميات أخرى. جبل سنجار نحن نعتبره جبل شامخ، ولدينا فيه أكثر من مزار يزيدي في الجبل، وإضافة إلى ناحية بعشيقة وقضاء تلكيف وقضاء الشيخان وناحية القوش. هذا نعتبره هلال
ممتد من السنجار إلى بعشيقة. اليزيديين يتواجدون فيه في محافظة نينوى. الإيزيديين يتواجدون أكثريتهم في العراق، وثم في سوريا، وفي تركيا، وفي إيران، وهناك أقلية في لبنان، وهناك مجموعات خارج طبعا في الدول الأوروبية أيضا هاجرت بعد النكسات اللي صارت على الإيزيديين. لكن حدود أو نستطيع أن نقول أن مجموع الإيزيديين حاليا في العالم يتجاوز 1,700,000. يوجد في العراق حوالي 620,000 إيزيدي، أكثريتهم متواجدين في الحدود التي رسمت في ضمن أقليم كردستان في محافظة دهوك وفي محافظة نينوى. وطبعا المناطق اللي تتواجد فيها الإيزيديين في دهوك هي منطقة ناحية خانق ومجمع الشارية وبعدرة والشيخان، وأيضا منطقة ديرابون في زاخو. هاي طبعا المناطق اللي تتواجد فيها الإيزيديين في منطقة دهوك. أما في نينوى فأكثرية الإيزيديين متواجدين في قضاء سنجار، وفي منطقة قليلين موجودين في طبعا منطقة نسميه بربن وبن كندي في منطقة تل كيف. نصوص لم تدون في كتب أو مخطوطات، بل حفظت بما يسمونه علم الصدر، ينقل شفاهيا عبر الأجيال. يؤمنون بالخالق و7 ملائكة، وفيها لا وجود لنبي، ما ساهم في نسج الأساطير والألغاز عنهم. الديانة الإيزيدية والإيزيديين وتاريخهم ومعتقداتهم الدينية عبر التاريخ تعرضت للتشويه الممنهج، ومرات تشويش غير متعمد بسبب قلة المصادر والمعلومات عن الإيزيديين. حتى الديانة الإيزيدية ديانة غير تبشيرية، لا تفصح عن أسرارها للغرباء، إذن ما هي محتاجة إلى شرح تعاليمها الدينية للآخرين بهدف التبشير. هنا تعرضت للمغالطات وآراء مختلفة متناقضة لا تتفق مع موجود الإيزيدية. الكتاب العرب، بعض الكتاب العرب والمسلمين بصراحة كتبوا عن الإيزيدية نظريات وآراء بعيدة عن الواقع كلش، بهدف تثبيت وجهة نظرهم أن الإيزيدية باعتبارها هي فرقة إسلامية منشقة، أو إنها تأسست على يد شيخ عدي بن مسافر الأموي اللي تعتبرون أموي، هو شيخ عدي بن مسافر الهكاري نعتبره هو هكاري وليس أموي. حتى يثبتون هذه الأشياء فكتبوا مجموعة كتب ومؤلفات لا تتفق مع الواقع والمعتقدات الإيزيدية. الديانة اليزيدية نتيجة تعاقبها تحولت من أكثر من اسم، ولكن هي الديانة التوحيدية الموجودة الآن وبنفس النصوص الدينية. أنت تعرف اليزيدية لا يملكون كتاب، ولكن اليزيدية يملكون نصوص دينية محفوظة على قلب رجال الدين. ليس لدى الإيزيدية كتاب جاهز بكل النصوص وأقوال الدين الإيزيدية، وإنما هذه النصوص تتلى كتراتيل وفي أثناء الطقوس والأعياد الدينية. هذا جزء مهم للحفاظ على ديمومية الديانة الإيزيدية. آمين آمين. الله تبارك الدين، الله أحسن مخالقين، همة الشمس دين، فخر دين، ناصر دين، سجادين، شيء شمس قوة دين، سلطان شيخادي تانجش عون هضاب آخرين. يا ربي خير أبدي شرا والقرين، حق العبد الاشتاء يا رب العالمين. يا شيخ شمس رحيمي تخالق حكيم منيش قديمي الحمو درداي حكيمي. يا شيخ شمس الرحماني تخالق من عس وجنس وجاني، حمو مخلقاي خداني، حمو درداي درماني. يا شيخ شمس ما فري تخالق من هر وهري ترزق داي وترزق دري. هذا دعاء الصباح. احنا كل اليزيدية لازم الصبح نقوم وجهه على الشمس الشرق، ولازم يقول هذا الدعاء الصباح. هنا ترقد حكايات مع الشجر والحجر. وأنت تدخل إلى معبد لالش، عليك أن تسير حافيا على الحجر، وأن تعبر عتبة الباب بهدوء كي لا تستيقظ الأسرار.
3 جبال غطتها أشجار البلوط والجوز والزيتون لتكون مرجة وادي معبد لالش أو الدوار المقدس الذي يحج إليه الإيزيدي. توزعت مزاراته على أرض الوادي وحفرت على جدرانه رموزا دونت عتق العصور التي مرت من هنا. أهلا بكم في معبد لالش. أبواب معبد لالش مفتوحة للجميع حسب فلسفة الديانة اليزيدية، حسب دعاء وصلوات اليزيدية. اليزيدية يتوجهون إلى نور الشمس على اعتبار نور الشمس ونور الله، ويقولون يا الله احفظ كل الناس، يا الله اعطي الخير لكل الناس، يا الله حقق أمنية كل الناس ثم لي. أبواب معبد لالش مفتوحة للجميع. معبد لالش هو المعبد القديم للديانة اليزيدية. كل أبناء الديانة اليزيدية مرتبطين روحيا بهذا المكان المقدس، لأن كل إنسان يزيدي لازم يزور المعبد ولو مرة، لأنه راح يتعمد ماء المقدس هو ماء عين البيضاء يسمى كان ياسبي، فلهذا كل اليزيدية مرتبطين روحيا بهذا المكان المقدس. اليزيدية كانوا يزورون المعبد قبل آلاف السنين. كان القرى القريبة يأتون إلى المعبد مشيا على الأقدام، والقرى البعيدة كانوا يأتون على ظهر الحصن. أول ما يصلون إلى أحواض عين البيضاء، هذا الماء المقدس. اليزيدية أول ما كانوا يجون يغسلون إيديهم وجوههم هذا الماء المقدس، لأنهم كانوا يسلكون طرق وعرة، طرق صعبة الوصول إلى معبد لالش. فأول ما كانوا يوصلون كانوا يجون إلى هذا المكان يغسلون يديهم وجوههم من التعب. يا كان ياسبت بخلاف كي تعمل دريش كي تعمل دريش زي وكان ياسبت حلال في وزي بالصرخ وعملت دريش بدي ان شاء الله. هسه احنا راح نجي على جلسة عين البيضاء او جلسة كان ياسبي. كل اليزيدية يتعمدون مرة في حياتهم اي تعميد، هنسميها موركرن. اكو سادن المعبد او سادنة المعبد، تاخذ الطفل ويا الامه ويا الامايه يدخلون داخل المزار، تاخذ الماء 3 مرات، هذا الماء المقدس ماء العين البيضاء، وترش على وجه الطفل او الطفله. تطلب من رب العالمين ان يكون الطفل او الطفله سالمه من الامراض، من المشاكل، ناجحه في حياتها، عائلتها، مجتمعها. العائله اللي جايه، عائله الطفل، يقومون بنثر الشكليت على الحاضرين، وافراد العائله يباركون للطفل او الطفله، لأنه كل إنسان يزيد يتعمد مرة حياته بهذا الماء المقدس. هنا بهاي الجلسة اكو احنا نسميها جوفنت، دبكة دينية خاصة تقام أثناء الأعياد والمراسيم الدينية. اللي يشاركون في في هاي الجوفنت أو الدبكة الدينية يصيرون أخوة، يعني ما يصير البنت ويا الولد ويصيرون عائله، لان هنا مكان ديني خاص. حتى الدخول الى داخل كان ياسبي او العين البيضاء يحرم على الزوجين الدخول، الزوج والزوجه، لان هنا مكان الاخوه. هذا النفق يسموه او الطريق يسموه نفق الخير او طريق الخير، لان في شهر اذار كل قرى اليزيديه، كل قريه تختارها اليوم يجون الى معبد لالش، يجيبون الخبز، خبز رقاق ويا اللبن ويا البرغر ويا الشكر ويا الشاي ويا الشغلات خلينا نقول المواد الغذائيه ويا الزيت. كل سنه يجددون خيراتهم، يجون الى هذا المكان المقدس فيسلكون هذا الطريق. هسه احنا وصلنا إلى سوق المعرفة أو سوق الحق.
ليش يسموه سوق؟ لأن في كل سوق أكو ميزان، هنا ميزان الحق حسب فلسفة الديانة اليزيدية، حسب ما موجود النصوص الدينية عند الديانة اليزيدية. الإنسان اليزيدي من يتوفى روح الإنسان اليزيدي تجي إلى هذا المكان المقدس، إلى هذا السوق، يضعون بحضور الشيخ ماله والبير ماله والمربي احنا نسميه، هاي موجودة في الديانة اليزيدية، يخلون الروح في الميزان حسب فلسفة الديانة اليزيدية، ويشوفون الخير ماله من الشر. لأن عند الديانة اليزيدية الروح ما تموت، الروح ترجع إلى الحياة، إذا كانت الروح زينة ترجع للحياة، يعيش حياة حلوة، والعكس صحيح. ولهذا يسموه سوق المعرفة. في عيد رأس السنة اليزيدية الذي يصادف أول أربعاء من شهر نيسان الشرقي، مراسيم العيد تبدأ في هذا المكان حسب فلسفة الديانة اليزيدية، هو إن لالش هو خميرة الأرض، ولهذا بحضور أمير اليزيدية، بحضور بابا الشيخ، بحضور المجلس الروحاني، وعدد كبير من الناس يقومون بإيقاد القناديل بعد غروب الشمس في هذا المكان، يستقبلون عيد رأس السنة اليزيدية. وكل عائلة يزيدية تستقبل هذا العيد بسلق البيض. سلق البيض تعني تكوين الأرض، ألوان البيضة يلونوها بألوان الطبيعة، هي ترمز إلى ألوان الطبيعة. ولقدسية شهر نيسان اليزيدية ما يتزوجون في هذا الشهر لكون شهر نيسان أجمل شهر في السنة. وكذلك حراثة الأرض حرام في أول 15 يوم من شهر نيسان الشرقي لكون كل النباتات طالعة. العتبات مقدسة عند الديانة اليزيدية، سواء كانت عتبات معبد لالش أو عتبات البيوت، لأن اليزيدية من يدخلون إلى أي بيت لازم يتجاوزون العتبة. وعتبات معبد لالش أيضا مقدسة. فلسفتها هو أن في كل بيت أكو أحد الملائكة يحرس هذا البيت. أثناء دخول أي إنسان إلى أي بيت لازم يحترم حرمة البيت في الكلام وفي الفعل. ولهذا دخولنا إلى أي بيت هو لازم انحناء للملاك الموجود في داخل البيت. البنت اليزيدية عندما تتزوج، عندما تخرج من بيت أبيها وتدخل إلى بيت زوجها، أول ما تدخل البيت لازم تطلب من الملاك بأن تقول أنا ضيفة في هذا البيت فاقبلوني كضيفة، لأنها غيرت من بيت أبوها إلى بيت زوجها. الأشجار مقدسة عند الديانة اليزيدية، ولهذا هناك 3 أيام في شهر آذار حسب التقويم الشرقي، هو يوم 16 ويوم 17 ويوم 18 بحضور أمير اليزيدية، بحضور بابا الشيخ، بحضور المجلس الروحاني، بحضور الخلمتكارين، بحضور عدد كبير من الناس يقومون باختيار الأشجار المكسورة والأشجار اليابسة والأشجار المحترقة. غير هاي الأيام يستحرم قطع الشجرة، لأن الشجرة لها روح مثل ما موجود الروح للإنسان، وهي شجرة تسمى شجرة ليلى حسب ما موجود، حسب ما رأي الناس. أكثر من الناس يقولون أقدم شجرة في معبد لالش هي شجرة ليلى. جارد لمدى هاي جوري ملحمة برينا. احنا الآن أمام باب الرئيسي للمعبد، يسموه باب إيقابية ودرجة إيقابية. هذا الباب الرئيسي على جدران الباب أكو كثير من النقوش من الرموز تعني ظواهر طبيعية، الشمس، القمر، النجوم. حسب فلسفة الديانة اليزيدية احنا نقول ماكو واحد شاف رب العالمين، احنا شفنا رب العالمين خلال الظواهر الطبيعية، من خلال الشمس، النجوم، كل ظواهر طبيعية، البراكين، الفيضانات. هاي الظواهر الطبيعية قسموها إلى قسمين. القسم كان يحبوها مثل الشمس، القمر، النجوم، المطر، الغيوم. القسم الثاني كان يخافون منها مثل الفيضانات، البراكين والزلازل. وقالوا كل هذه الظواهر الطبيعية عبارة عن قوة تدار من قبل أكبر قوة هي قوة الله. احنا في لغتنا في اللغة الكردية نقول له خدا. خدا معناه هو اللي أعطى نفسه، هو اللي خلق نفسه. ويسمون إزداي معناها الله خلقني. كلمة إزدياتي أو أزداي تعني الله خلقني. كذلك هناك أفعى سوداء على جدار المعبد. الأفعى السوداء مقدسة عند الديانة اليزيدية. حسب الفلسفة الديانة اليزيدية الأفعى السوداء أيام طوفان نبي نوح، السفينة من صدمة قمة جبل صار بها كسر وثقوب،
الماء أثناء دخوله إلى السفينة الأفعى السوداء غطت نفسها بالثقوب وأنقذت البشرية، ولهذا الأفعى السوداء مقدسة. وأكثر شيوخ شيخ منت يلزمون الأفعى السوداء وما تلدغهم، يعني مو خطر عليهم، لأنهم هم شيوخ شيخ منت. والأفعى السوداء موجودة على كل مزارات شيخ منت في لالش وفي القرى الأيزيدية. هذا الرمز موجود، الأفعى السوداء. احنا الآن دخلنا إلى ضريح شيخ آدي. احنا هذا المكان احنا نسميه هذا مزار شيخ آدي. اليزيدية يزورون المعبد، من يزور المعبد يؤدون مراسيم الزيارة، يدخلون إلى هذا المكان، يطوفون حول المزار شيخ آدي 3 مرات. وهاي القطع قماش الملونة ترمز إلى الملائكة ال7 يستخدموها لطلب الأمنيات من رب العالمين. كل إنسان بغض النظر عن الديانة، عن القومية، عن التوجه، يجي ياخذ له قطعة قماش هاي، يسوي له عقدة ويطلب من رب العالمين أمنية، ويطلبها بأن هاي العقدة تنفتح. يعني كل إنسان يحق له من يدخل إلى داخل المعبد يقوم بأداء هذه المراسيم. واليزيدية يطوفون حول المزار 3 مرات ويدعون إلى الله، إلى دعواتهم إلى الخير، إلى السلام لكل الناس. يعني اليزيدية في دعواتهم الصبح مع الشروق وقبل الغروب يتوجهون إلى نور الشمس ويقولون: يا الله احفظ كل الناس، يا الله أعطي الخير لكل الناس، يا الله حقق أمنية كل الناس ثم لي. هاي دعوات صلوات عند اليزيدية مع الشروق وقبل الغروب. احنا دخلنا إلى مزار هسن دنا. هذا المكان يسموه هسن دنا. كلمة دنا بالكردي يعني جراري. هاي جراري هي لزيت الزيتون المقدس. في شهر 12 من كل سنة يقوم بحضور بابا الشيخ، بحضور أمير اليزيدية، بحضور الخلمتكاريين وكل من يريد من عامة الناس، يقومون بقطف الزيتون ووضعها في مكان خاص. ينتظرون إلى الشهر الثالث، في منتصف الشهر الثالث في شهر آذار، بحضور أمير اليزيدية، بحضور بابا الشيخ، بحضور الخلمتكاريين، بأعضاء من المجلس الروحاني، الكل يحضرون من أبناء الديانة اليزيدية، يقومون بعصر الزيتون لاستخراج الزيت. هذا الزيت هو زيت مقدس عند الديانة اليزيدية، يستخدموه لإيقاد القناديل يومية في معبد لالش. هناك سادن المعبد، وهناك 2 من التاركين، واحدة من الأخوات احنا نسميها داي فقرة، والتاركين احنا نسميه مشكستي، يعني تارك النفس، تارك الحياة، خلينا نقول شغلة بس عبادة في معبد لالش. هذا البيت الموجود في المعبد، سادن المعبد، هو عملهم أو شغلهم قبل شروق الشمس. أحد أفراد العائلة لازم يكون ما متزوج، يقوم بإيقاد 366 قنديل. القنديل مصنوع من القطن، يقوم بحياكته بنات باكرات ويستخدمون وياه زيت الزيتون. هذا زيت الزيتون المقدس هو لبستان الأشجار الزيتون الموجود في بداية دخول معبد لالش. هاي الأشجار مقدسة لأنها مزروعة في أرض لالش المقدس وتروي بماء لالش المقدس، ولهذا يستخدمون هذا الزيت لإيقاد القناديل، لكون الديانة اليزيدية ديانة طبيعية. حجر الأمنيات، كل إنسان يقدر يطلب أمنية من رب العالمين، لازم يغمض عيونه وياخذ هاي الوصلة 3 مرات يشمرها، يحق له. يعني إذا مرة هاي الوصلة وقفت على الحجر، احنا نقول إن شاء الله يحقق أمنيته. إذا ما وقفت يعيدها مرة ثانية، عنده 3 مرات. فأنا صراحة أشمر، أغمض عيوني وأصفي نيتي وأطلب فد أمنية من رب العالمين. أسرارهم ترتل لتحاكي الطبيعة وتتخذ الشمس رمزا مخلوقا لنور الخالق. يتلون صلواتهم باتجاهها في الشروق وقبل الغروب. هذا النموذج أو هذا القبة احنا نسميها الكرة الفوق ترمز إلى الشمس، وهذا عبارة عن أشعة الشمس تكون على شكل قرص دائري على الجهات ال4، وينتج منها
الفصول الأربعة: الصيف، الشتاء، الخريف، الربيع. والديانة اليزيدية ديانة طبيعية مرتبطة بالظواهر الطبيعية، ومن هذه الظواهر هي الشمس. هذه الصورة ترمز إلى صورة الشمس من الأعلى، ولهذا الكثير أكثر القرى اليزيدية موجود فيها نفس القبة، هي ترمز للشمس. حسب فلسفة الديانة اليزيدية الشمس هي نور الله، ولهذا في دعائنا في صلواتنا نتوجه إلى نور الشمس. اعتبر الإيزيديين الشمس من أقدس المقدسات الموجودة لدى الإيزيدية، لأنها تعتبر أن الشمس هو نور الخالق، وعن طريق وعن نور الشمس يعيش الإنسان وتعيش النباتات، ولا يوجد حياة بدون نور الشمس. هذا باب الرحمة بين اليزيدية وبين الله. هذا شم باب الخير، يعني إذا تدعي يعني من هاي الباب. احنا حتى عندنا حاكم مالتنا لالشها نوراني باسم نور، يعني كل أشيائنا كلهم لازم يكون نور بها. لمناسباتهم طقوس خاصة تقام في مزارات قبور أولياء منتشرة في مناطق سكناهم، تعلوها قباب مخروطية بيضاء يردد القوالون: زيارة الأضرحة تمنع ارتكاب الخطايا. في معشيقة أكثر من 17 مزار، ونحن الآن في مزارات 3 هما أخ وشقيقاته محمد الباطني والسيد خجيجة والسيد حبيبي. هنالك أيضا مزارات أخرى في بعشيقة، منها مزار الشيخ محمد، ومزار ناصر الدين، ومزار الشيخ حسن، ومزار شمس الدين، ومزار ناصر الدين، ومزار الشيخ بابك الخرمي، وكثير من المزارات. هذه المزارات جميعها قد تم تدميرا كاملا من قبل داعش، وتم إعادتها كاملة من قبل المواطنين بدون دعم أي حكومي أو منظماتي. هذه المزارات أعيدت بجهود الخيرين، وأعيدت أفضل من قبل، وهذه بحد ذاتها رسالة إلى القتلة والمجرمين ومن تعاون معهم. نحن عدنا وعمرنا مزاراتنا وبيوتنا، وأنتم ذهبتم إلى مزبلة التاريخ. المزارات الواقعة في شمال جبل سنجار هي مزار شرفدين، يعتبر ثاني أكبر مزار للإيزيدية، بالإضافة إلى مزار بيري أورا، مزار شيخ القاسم، مزار شيخ شمس، مزار شيخ حسن. في جنوب الجبل أيضا هناك العديد من المزارات مثل مزار إيزي ومزار شيخ حسن والكثير من المزارات الأخرى. نحن الآن أمام مزار شيخ شمس الشمساني، موجود في قرية قريبطان التابعة لمجمع الشارية. مجمع الشارية مجمع إيزيدي، جميعهم إيزيدين، وبالطبع هناك كثير من المزارات المقدسة للإيزيدين في هذا المجمع والقرى. تعتبر مكان لتجمع الإيزيدين أثناء الأعياد، وهذا مهم كلش بالنسبة للإيزيدين ليجتمعون ويمارسون طقوسهم الدينية في هذه المزارات. نحن الآن في مزار الشيخ أبو بكر القاطاني. هذا المزار يزوره كافة أبناء المكون اليزيدي في المنطقة، ولديه زيارة يومية مساء كل أربعاء ومساء الجمعة وصباح الجمعة، ويقام بعض المراسيم الدينية هنا مساء كل جمعة، لأن اليزيدية لهم يومان مقدسان، هو يوم الأربعاء ويوم الجمعة. أعياد الإيزيدية بتقويم السنة الشرقية تبدأ بعيد ساري صالي، وفي أول أربعاء من شهر نيسان بداية العام عيد طاووس ملك، ويحتفلون بأعياد مربعانية الصيف ومربعانية الشتاء، وأعياد صوم أيزي وخضر الياس والمحيي، وفق مراسم على شكل طواف ودبكات. بالنسبة للديانة الإيزيدية، حتى الأعياد عند الإيزيديين كلها مرتبطة بالطبيعة، حيث للإيزيديين فيها 8 أعياد، وكل هذه الأعياد مرتبطة بالطبيعة. على سبيل المثال عيد رأس السنة، عيد رأس السنة الإيزيدية اللي يصادف
الأربعاء الأول من شهر نيسان الشرقي، حيث أن التاريخ الشرقي يختلف. احنا الإزديين نمشي على التاريخ الشرقي، التاريخ الشرقي يختلف عن التاريخ الميلادي يسبقه ب13 يوما. فيكون الأربعاء الأول من شهر نيسان الشرقي هو عيد رأس السنة التي يحتفل بها الإيزيديون بهذا العيد، اللي فيها طبعا كأنما هذا العيد هي صورة حقيقية للطبيعة، حيث تلون البيض إلى ألوان الطبيعة وألوان الزهور، وتأخذ كل بيت، كل عائلة من الإزدية تأخذ قسم من الورود، ورود الطبيعية وخاصة الوردة الحمراء، تأخذها وتعلقها على باب البيت. وكل الأعياد الأخرى أيضا مرتبطة بالطبيعة، عيد أربعينية الصيف، عيد أربعينية الشتاء، عيد بيلندا، عيد خدر الياس، والأعياد الأخرى كلها، كل عيد مرتبط بجانب من جوانب الطبيعة. نحن لدينا عيدين في معبد لالش، عيد الجماعية وعيد أربعينية، وهذا يصادف في الشتاء، وعيد أربعينية الصيف. يأتون كافة أبناء اليزيدية من كل أنحاء العالم لزيارة هذا المعبد، لأن هذا المعبد هو المعبد الوحيد الموجود في العالم لليزيدية، لكل اليزيدية وليس لأبناء نينوى فقط. يأتي من روسيا ومن فرنسا ومن إيطاليا ومن ألمانيا ومن أرمينيا ومن تركيا ومن سوريا، كل اليزيديين يحجون إلى هذا المعبد. وهذا المعبد في عين تسمى عين البيضاء، يجب على كل يزيدي عندما يكون صغيرا يجب يعمد بها، يعني يرش عليه الماء من هذا المعبد، وفي حين يعتبر يزيدي. كثير من الناس لم يتمكنوا من المجيء إلى هذا المعبد، ولكن الآن في كبرهم يأتون إلى من دول أخرى، يتعمدون في هذا الماء، يعتبر يزيديا. الطقوس الدينية في سنجار لا تختلف كثيرا، اختلفت أيضا بحكم الزمان والمكان لا أكثر. هناك طقوس خاصة للإيزيدية حصرا يجب أن تقام في معبد لالش. الطقوس الدينية الأخرى هنا هي طقوس الأعياد والمناسبات، نفس الطقوس في كل مناطق الإيزيدية. بالإضافة إلى هذه المعابد الدينية تمتلك، كل معبد ديني يمتلك مناسبة خاصة يسمونه بعيد الجماعية الخاصة بهذا المزار. العشائر التي تدفن موتاهم في هذا المزار أو في مقبرة المزار هم الذين يحيون هذه المناسبات، يقدمون الخيرات، يزورون القبور، يرقصون ويدبكون ويعبرون عن فرحهم في مزارهم الخاص. هذه الاختلافات البسيطة. في بقية الأمور العادات والتقاليد والمراسم الدينية الإيزيدية نفسها في كل مناطق. إلى وقت قريب اقتصر التعليم على بيوتات الطبقة الأعلى تراتبيا في المجتمع الإيزيدي، خشية من التعليم في المدارس المختلطة ومناهج بقية الديانات. أجيال حرمت من القراءة والكتابة لأسباب دينية وأخرى سياسية ارتبطت بعزلتهم الطويلة. أما الناحية الثقافية والتعليمية فهم الإيزيديين من هذه الناحية التعليمية والثقافية كانوا متخلفين عن بقية المجتمعات بسبب طبيعة النظام التعليمي في هذه المنطقة. في العراق في الدولة العثمانية كان التعليم تعليم ديني في المساجد والجوامع، فكان الإيزيدي لا يحبذ الذهاب إلى المساجد والجامعات لكي تتعلم القراءة والكتابة، ولهذا سبب بقي مجتمع الإيزيدي أميا وغير منتشر الثقافة بينهم. فبعد 1995، لأن هاي طبعا كانت جهود للمركز لالش الثقافي والاجتماعي اللي نحن الآن هنا، حيث عمل جاهدا هذا المركز في التواصل مع حكومة أقليم كردستان لوضع مناهج دراسية للمدارس التي تدرس فيها الإيزيديات، وخاصة المدارس اللي فيها طلاب إيزيديين. تم تأليف كتاب للصف الثاني عشر الإعدادي أو الصف السادس الإعدادي، كتاب تم تغيير اسمها من التربية الإسلامية إلى التربية الإسلامية وتاريخ الأديان وتاريخ بقية الأديان. والآن تدرس كل الأديان
الإيزيدية، المسيحية، الزرادشتية، اليهودية، وبقية الأديان الأخرى وخاصة الموجودة في العراق يدرس في فصل خاص في هذا الكتاب، وهي داخلة، وهذا البرنامج داخل في الامتحان الوزاري حيث يتم دراستها من قبل كل الطلاب الموجودين في كردستان. المناهج بصورة عامة مشتركة بين كل الطلاب، ونفوت ندرس كل الطلاب الحمد لله ما شاء الله كل صف تفوت به مشكلين، يعني يزيدية على مسيحية على إسلام. المناهج بصورة عامة يعني عامة، بس المناهج الخاصة بدرس الدين كل طالب عنده المنهج اللي مخصص له حسب ديانته. مثلا الديانة المسيحية معلمة الديانة المسيحية معلمة السرياني تدرسهم. الديانة اليزيدية عندنا معلمة خاصة تدرس الديانة اليزيدية اليزدياتي. والديانة الإسلامية عندنا معلمة الإسلامية تدرس من الدين والقرآن. عندنا هسه مجتمعنا اليزيدية قام يعني حافز مال التعلم يتقدمون للتعليم يعني كلش عالي. المدارس المختلطة بالمكونات داخل ناحية بعشيقة وبعزاني فقط، أما القرى يختص بالقرى العربية والقرى الشبكية. داخل بعشيقة وبعزاني كل الطوائف موجودين خلال المدرسة الواحدة. المدرسة اللي نقف أمامه هنا مدرسة بعشيقة المختلطة تضمن كل المكونات أو كل الأقليات اليزيدية، شبكية، مسيحية، يزيدية، المسلمة موجودة في هذه المدرسة وبقية المدارس داخل ناحية بعشيقة. النصوص الإيزيدية اختصرت بثالوث: الله، طاووس ملك، الشيخ آدي. جاء في أحد سبقات النصوص الدينية الإيزيدية: إنه ليوم قاس، حكم الله سيظهر في الأرض، سيصبح الله قاضيا جبارا، العزة للروح الخيرة، إنه ليوم عظيم، القاضي هو الكريم. بطبيعتهم الإيزيديين والديانة الإيزيدية ديانة متسامحة وتحاول التعايش مع الآخرين، بدليل أنهم لم يقوموا بمسح هذه الآثار اللي تعتبرها أو تمجد الله ووحدانية الله. فحتى بلغة غير إيزيدية أو غير كردية بقيت هذه الآثار والشواهد على القبور والمعابد الإيزيدية. هناك كثير من المشتركات العقائدية والمعتقدات الدينية بين الديانة الإيزيدية والديانات السماوية وحتى غير السماوية، منها مسألة التوحيد وعبادة الله الواحد الأحد. طبيعي التسميات وطريقة العبادة تختلف، المصطلحات الكردية تختلف عن المصطلحات العربية والإسلامية، لكن هي مسألة نفسها هي الإيزيديين يعبدون الله الواحد، يؤمنون يحترمون الأنبياء الديانات الأخرى، حتى من خلال طقوسهم يدعون لجميع شعوب المنطقة. مسائل العقائدية، الأعياد في معبد لالش، هناك كثير من المشتركات بين الإيزيدية والديانات الأخرى. هذا أتت بتأثير التعايش والعامل الجغرافي بين الإيزيديين والمحيطهم الغير الإيزيدي. العراق كبلد من أكثر البلدان، أستطيع أن نقول من البلدان القليلة في العالم اللي فيها هذا التنوع الديني والتنوع القومي، ومنذ الأزمنة القديمة، حيث تعيش مجموعة من القوميات والأديان في العراق أكثر من يعني أستطيع أن أقول أكثر من 1000 سنة وهي متعايشة، ويعني تتماسك في التعايش أو في التسامح الديني للكل، وحيث أن نستطيع أن نعطي نموذج لهذا التسامح وهو سهل نينوى. سهل نينوى من المناطق الخصوصية التي توجد فيها من القوميات والأديان المختلفة، حيث فيها العرب والمسيحيين والإزديين
والعرب والمسيحيين والتركمان، وفيها الأديان الإسلام والمسيحية والإيزيدية والكاكائية والكثير من الأديان الأخرى الموجودة في المنطقة، الشبك مثلا على سبيل المثال. وهؤلاء الأديان والقوميات متعايشة معا. انتهت رحلتنا التي استمرت لأيام طويلة في مدن وقرى الإيزيدية، لكن قصتهم لم تنتهي. قصة مجتمع تمسك بأرضه ووطنه وعقائده وأسلوب حياته.